هذا هو رمضان التربيني. كان اسمه رمضان الطوخي، لكن الناس ما عادوا يعرفوه إلا باللقب رمضان تربيني. مجرم مصري غريب الأطوار واشتهر بخطف وقتل أطفال الشوارع. القصة بدأت في سنة 2004 لما اختفى طفل من حي شبرا في القاهرة، وبعدها توالت البلاغات عن أطفال مشردين اختفوا فجأة، والشرطة ما كانت تملك أي خيوط، لين جت شهادة صادمة من طفل نجا من محاولة خطف. قال إنه رمضان كان يستدرجهم بوعود الأكل والنوم، وبعدين ينقلهم على القطار السريع التربيني عشان ما أحد يتوقع مكانه. والاعترافات كانت أبشع من الخيال. رمضان اعترف بقتل ما لا يقل عن 10 أطفال بمساعدة عصابة صغيرة، ويعتدون عليهم ويقتلوهم ويرموا الجثث في أماكن مختلفة من بينها الصحراء وداخل الصرف الصحي. أثناء التحقيق قال إنه ملبوس بجني اسمه صفوت، وإنه هو اللي كان يتحكم فيه، لكن الطب النفسي حكم عليه بالسلامة العقلية، وفي 2010 تم تنفيذ حكم الإعدام فيه. جريمة هزت الضمير المصري وخلت الناس تعيد تفكير في مصير أطفال الشوارع اللي كثير منهم يموت بصمت وما حد يسمع عنهم.